السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من الحلقات الخاصة بالنصائح في شهر رمضان. في هذه الحلقة غادي نطرقوا الأضرار السهر الجسدية والنفسية في خلال شهر رمضان. فكيف ما كنعرفوا خلال شهر رمضان ما كيتبدلناش غير النظام الغذائي بوحديته، حتى العادات ديال النوم حتى هما كيتبدلوا. كاين الناس اللي كيدوزوا النهار كامل ناعسين، كاين الناس اللي ملي كيفطروا ما كينعسوا شاي حتى كيتسحروا قبل من الفجر. وهذا الشيء هذا عنده تأثيرات سلبية على النفسية وعلى الجسد ديال الجسم. من بين هذه التأثيرات كنلقاو اضطرابات في الهرمونات. هاد قلة النوم كيرفع من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم، وخلل في توازن مرض السكري، كما يسبب في خلل في المناعة. فبصفة عامة حنايا كنحتاجو 7 حتى 8 ساعات ديال النوم تقريبا. فملي ما كنعسوش بشكل كافي هادشي كيسبب بزاف ديال الاضطرابات كالقلق والعصبيه اللي كنشوفوهم بشكل ملحوظ في شهر رمضان. كيرجع الشخص اكثر عرضه للاكتئاب لانه كيوقع خلل في افراز هرمون الميلاتونين اللي مسؤول عن تقليل الاضطرابات النفسيه والافكار التشاؤميه. فالشخص ايضا كيولي ما قادرش يركز وكيولي اكثر عرضه للنسيان. كنشوفوا ايضا ارتفاع في امراض القلب والشرايين وضغط الدم. كما كنشوفوا تيكون عندنا تنوليو اكثر عرضه للاصابه بامراض السكري، او لا كيكون عندنا خلل في توازن امراض السكري للشخص اللي ديجا مصاب به، لانه كيكون عندنا خلل في تنظيم الهرمونات في هرمونات الجسم. كنشوفوا ايضا حالات زياده في الوزن. هاد قله النوم كتسبب لنا ايضا ضعف في المناعه، وكتؤدي للشعور بالتعب والارهاق اللي كيسببوا لنا الله يحفظ حوادث السير. داكشي علاش من الاحسن الواحد من بعد وجبه الافطار خصو ينعس واحد شويه، واحد ساعتين من بعد، ويعاود ينوض قبل من السحور، قبل من الفجر، باش ياخذ وجبه السحور ويصلي الفجر، وهكذا كيكون النوم منظم. كنتمناو ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وفاتتكم. نتلاقاو في حلقه اخرى ومع موضوع اخر.